كشفت تقارير صحفية سعودية عن مصير الفرنسي كريم بنزيما في الفترة المقبلة بعدما أعلن رسميا رحيله عن صفوف ريال مدريد. وقالت صحيفة الجزيرة السعودية إن بنزيما وقع بالفعل على عقود انتقاله لصفوف اتحاد جدة اعتبارا من الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك مساء أمس الأحد، بعد مباراة ريال مدريد الأخيرة بالموسم ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. وأضافت الصحيفة السعودية أن توقيع العقود في العاصمة الإسبانية مدريد جاء بحضور أنمار الحائلي رئيس الاتحاد ونائبه أحمد كعكي. وتابعت المهاجم الفرنسي الشهير كريم بنزيما ودع جماهير ريال مدريد بتسجيل هدفه 354 في مرمى بلباو من ضربة جزاء ليتعادل الفريقان ويخرج مودعا من المدرج الملكي، وذلك بعد 14 عاما قضاها مع ريال مدريد قاده لعدة ألقاب. وأكملت رئيس الاتحاد المتواجد في مدريد قد وقع مع بنزيما ليمثل الاتحاد في بطولة العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل 2023. وأشارت التقارير إلى أن مدة تعاقد بنزيما مع بطل الدوري السعودي لمدة موسمين على أن يحصل على راتب سنوي بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.